بحة بتاع المصرية. بحة بتاع المصرية، مش اي بحة، بحة بتاع المصرية. يلا بينا نشوف احنا جايبين ايه ونقيم مع بعض زي كل مرة زي ما انتم متعودين. يلا بينا. بحة بتاع المصرية اهو، ادي بحة بتاع المصرية. الدورة هي اللي عارفة هي جابت ايه. اتفضلي يا استاذة. طيب احنا جبنا كوارع بالصلصة اهي. على فكرة الاسعار هتتكتب او المنيو اللي هيظهر قدامكم دلوقتي. ديت كوارع بالصلصة لسه عاملة هنفتح 100 ونشوف جنيه. الدنيا فيها بس احنا بس بنقول لكم الاسعار قبل ما نفتح. عاملة كام؟ 100. تمام. وديت فتة بالخل والثوم عاملة 20. ملحوظة بقى، ملحوظة طبعا. ثواني بس انا اقول بقى الملحوظة دي. احنا طبعا جبناه عن طريق ابلكيشن مرسول. حلو. بصراحة الشاب اللي هو جاب لنا الاكل كان تمام جدا وما فيش اي حاجة، وكلمني وقال لي يا فندم كان في طلب كنا احنا طالبينه، قال لي يا فندم مش موجود. قلت له خلاص ايه بدله بطلب تاني. فيعني اكيد هو جه كده دي الغطا بتاع العلبة في دايرة كده وفي حركات. حلو. فالكلام طبعا مش من المحل او من شركة هو مرسول. من الدليفري. ولو كان من محل تبقى نهار ازرق يا استاذ ممتاز. تمام. وهو ايه احنا بس بننبه ان بس هو اعتقد ان هو مش من المحل. هو جالنا كده. تمام. دي فتة انت قلت عليها فتة بالخل والثوم. فتة بالخل والثوم. تمام. وجايبين برضو طبق مشكل حلويات. في عيش طبعا جاي مع حاجة. تمام. ده طبق مشكل حلويات كبير عامل 150. هو عنده صغير ووسط وكبير. ده الكبير ب 150. وزي ما قلت لكم دي برضو فتة بالخل والثوم عامله 20. ده الحجم الصغير. وفي حجم كبير ممكن يبقى عامل 40. هنزل لكم الاسعار كلها. المنيو هينزل على الشاشه كل دلوقتي. حاجه هتنزل كل حاجه يعني. ودي سلطه. دي السلطه اللي جايه من عند بحة بتاع المصرية. تمام. ودي احنا ما كناش طلبناها. دي شوربه جايه مع الاوردر. دي هديه يعني هو جايه مع من المحل يعني احنا مش محاسبين عليه. ده ويلكم درينك المحل. لو انت على فكره رايح بتشتري حاجه من عند بحة لو انت قاعد مستني الاوردر بينزل لك بقى شوربه كوارع، وساعات ممكن ينزل لك حته كبده. ناس كريمه يعني. فانت بالتالي انت ما رحتش اشتريت، فهو بقى ايه انت ما اشتريتش وما جيتش عندنا، فاحنا بنحط لك الويلكم درينك بتاعنا ده. تعالوا مع بعض بقى نفضي الحاجات دي في اطباق ونرجع لكم تاني. طب يا جماعه احنا بقى دلوقتي رجعنا لكم بعد ما فضينا الطحينه والسلطه والشوربه. طبعا احنا الشوربه دي مش عارفين هي شوربه ايه. شوربه كوارع او شوربه لحمه لسه ما يعني وهنقول لكم هل الويلكم درينك ما هو شوربه كوارع؟ شوربه كوارع ولا شوربه لحمه بالظبط، ولا شوربه ايه لسه هنشوف. دي بقى الشوربه اللي احنا هندوقها مع بعض اهي. بصوا بس انا متهيالي ان هي شوربه كوارع اكيد يعني. بس يعني بصي تقلها. لا يعني هي شوربه كوارع باينه قوي يعني. طيب يلا ندوق. احنا رايحين بقى ندوق ونشوف الطعم ده ايه. بسم الله. دلع قوي يعني. معلش يا عم بحة يعني مش عشان هو ويلكم درينك فتيجي دلعه، لا دلعه جدا. ما فيهاش ملح خالص. هو ممكن يكون مثلا عشان انت جايبها ويلكم درينك فانت ممكن تكون سايبها لنا نحط ملح. ممكن بس هو الملح بيتعالج، لكن التوابل كلها التوابل بتاعتها موجوده. يا جماعه بصوا يعني لا انا بتكلم على التوابل يعني. بصوا التوابل فلفل اسود عايم كده عايم على الشوربه. فهو ممكن يكون فعلا زي ما قال ان هم جايبين الدرينك واحنا بقى احنا نشوف يعني سايبها ليكوا يعني. عايزين نحط لها ملح ولا لا. بس هي جميله جدا وتقيله. بصوا تقيله والفلفل الاسود بيعوم كده على الشرب. ما تنسوش بقى يا جماعه واحنا بناكل كده وما تنسجموش في الاكل عشان في سؤال هيطلع في الحلقه تاني. بقول اهو في سؤال هيطلع على مدار الحلقه وهي شغاله. الاجابه بتاعته هتكتبها في الكومنتات تحت. بس لازم يكون علشان تكسب معانا مش مجرد ان انت حليت السؤال. كل الشروط اللي هي ايه ان انت تعمل فولو على تيك توك، فولو على الصفحه البيج بتاعتنا بتاع الفيسبوك، وفولو على الانستجرام. كل اللينكات دي تحت الفيديو على طول في الديسكريبشن. ويعمل اشتراك في القناه. وتعمل اشتراك ده بديهي يعني تعمل اشتراك في القناه. وازاي بنعمل ان احنا هنختار عشوائي ان احنا هنمسك التليفون قدام الكاميرا وهنقلب في الكومنتات وهنشوف وهنوقف كده ونشوف اذا كان ده طبعا خلاص احنا وقفنا في الكومنتات ده كسب معانا. هنشوف بقى اللي كسب معانا ده هل هو مشترك في القناه، هل هو عامل فولو على اللينكات اللي تحت الفيديو على كل المنصات بتاعتنا يعني،
وخلاص. طالما وقف وعامل كل الاشتراطات، حضرتك انا بكلمك او بكلمك واقول لك انت كسبتي معانا، وشوف بقى نحول لك دولارات وشوف طبعا هو مش دولارات، هي جنيهات يعني. وشوف يعني هنحول لك الفلوس ازاي، عن طريق البريد، عن طريق اي محفظه اللي الكترونيه انت تبعك. تختار. بالظبط كده. تعالوا بقى نشوف ايه اللي بعده. زي ما انتوا شايفين ده بقى طاجن الكوارع اللي بالصلصة. ما شاء الله ما شاء الله، الله الله أكبر. مليان يا جماعة، مليان على الآخر. ما شاء الله، كمان ريحته فايحه. ما شاء الله ما شاء الله. الصلصة بتاعته عاملة زي صلصة الفتة بالظبط. نفس الريحه، بس هنشوف بقى هي نفس الطعم ولا لا. شايفين كمية الكوارع؟ ما شاء الله، الله أكبر. كريم يا عم بحة، كريم قوي يعني. طب بقول لك ايه، ما يلا تيجي ندوق. يلا ندوق. يلا ندوق. يلا ندوق. يلا ندوق. ما شاء الله يا جماعه، بصوا يا جماعه الايه تقيله قوي، ما شاء الله، الله اكبر. بس طبعا هي مش بالمعلقه، بس انا هجيب المعلقه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. قول لي انت دوق وقول لي رأيك ايه. لا والله جامده. حلوة. لا جامده. مع العيش بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. حلوة جدا. بسم الله. ندوق. انتوا ما جربناش الطحينة صحيح؟ ما جبناش الطحينه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتير قوي. مختلفة، ما اكلتش طحينة بالطعم ده قبل كده. الخل فيها اوفر. وده مش عارف بقى، الناس اللي بتحب الخل هتقول لك لا مش حلوه. انا بالنسبه لي انا الخل بالنسبه لي انا لا مش بحبه، بس الطحينه تقيله يا جماعه. بصوا بصوا، بتقع من اللقمه بصعوبه. لا حلوة قوي. تدي ده كام؟ اديله 10 من 10. انا طعمه عجبني جدا. انا اديله 100 من 10 بصراحه. حلو جدا. جامد. والطحينه حلوه. انا عمري ما اكلت السلطة؟ طحينة بصراحة بالطعم ده. لما تيجي ندوق السلطه. ايه رأيك؟ سبايسي. سبايسي. بس حلوه. تمام. يلا نشوف اللي بعده. يلا بينا. ورجعنا ليكوا بقى بطبق الفتة اللي بالخل هو والثوم. بالخل والثوم. زي ما انتوا بقى شايفين دلوقتي صلصة الطماطم اهي، والفلفل الاسود. ريحتها بقى يا جماعه ما اقدرش اقول لكم. اول يلا بقى ما ننقلها فتحنا عشان الواحد العلبة جاع. بجد ريحتها غرقت الشقه. يلا بقى ننقلها في طبق تاني. بقول لك ايه، ما تيجي ندوق. يلا ندوق. يلا بينا. بص ثواني بس هوريكم كميه العيش. بصوا كميه العيش اللي محطوطه. تمام. يلا بقى بيني ندوق. وبينك انا اصلا انت عارفه انا ايه، ما بحبش العيش بالطريقه دي. بس ايه يعني، نبعد العيش كده. يعني انا ما بحبش العيش بيبقى مبلول كده، مش عارف يعني. بس هندوق يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. دلع. فتى دلع بصراحه. هو ايه مشكلتك يا بحة في الملح؟ الدنيا عندك مش متظبطه في الملح. يعني انا واحده من الناس بعشق الملح، فلما تجيلي حاجه دلع لا هي كمان بالمنظر ايه، ده كمان ايه، ما فيهاش ملح. دلع بالمنظر ده. الشوربه قلنا ماشي اوكي، انتوا جايبينها فري، لكن احنا هنا يعني دافعين فلوس. فتجيلنا حاجه دلع ما فيهوش ملح. لا كمان خالص يعني، مفيش ملح طب بجنيه. دي ندويها ازاي؟ نحط ملح من فوق الوش يعني ولا نعمل ايه؟ هو بصراحه لما انتوا شفتوها واحنا التصوير جابها كان فيها فلفل اوفر، بس تقريبا حط فلفل مش هيحط الملح. يعني فلا هو عنده الفلفل الاسود هو بيداوي الملح، بس ان الملح من عدم وجوده هيلثي، بس ان انا لا انت لما يعني انا موجود لسه ما تاكليش بقى حاجه مالحه خالص. لا ما ينفعش، لازم بس حته كده حاجه كده من فوق كده يعني. لا بصراحه دي انا اديله 4 من 10. انتي؟ هي الفتة طعمها حلو، ما هو ده اللي مضايقنا، ان احنا الفتة طعمها جميل جدا. مثل اللي يقول لك بوظ الطبخه على بيرشم ملح، على شويه ملح. ف يعني هي حلوه جميله جدا. انا اديها 7 من 10 لان هي طعمها حلو جدا. لا والله انا 4. والله لا والله انا اديها 7 من 10. انت اصلا ما بتحبش الفتة. ماشي بس ما فيهاش طب انا شخص ما بحبش الملح. صح. بس لازم يبقى الاكل فيه سنه ملح، فيبقى الفتة جايه من غير ملح خالص، لا مش عارف، مش هتقبلها. يعني مثلا لو قاعد في مطعم او قاعد في محل ونزل لي اكل من غير ملح، طب انا هعمل ايه؟
يعني انا بقول لك اللي هو ايه، لو انا مثلا مفيش ملح فهو عنده هيجيب لي طبق غيره. لكن انت دلوقتي الطبق خلاص طار، راح للي هو خلاص طلبه، فهنعالج ازاي؟ هيعمله ازاي؟ فبصراحه لا، انا ادي 4 من 10. انت قلت 7. انا قلت 7 عشان هي طعمها حلو، بس ناقص الملح، يعني لو تزود فيها ملح هتقفل ال10. تمام. برضو ما تنسوش تنسجموا في الفيديو. معرفش بقى هو السؤال اتعرض ولا ما اتعرضش، فانا بقول لك برضو لو ما اتعرضش ما تنساش وتنسجم في الفيديو، والسؤال هيظهر تاني، بعيد تاني استريبايه كده تظهر سؤال، يا ريت تجاوب عليه. جاوبت عليه صح هتكسب، بس لازم تكون عامل الاشتراطات اللي انا قلتها، طبعا مش عيد وزيد، واللينكات تحت في اسفل الفيديو. هتخش هتعمل متابعه او هتعمل فولو، هتعمل كومنت بالاجابه الصحيحه، تحقق كل الشروط بالظبط كده. واحنا طبعا زي ما قلت هنختار، هنعمل كده نشوف الكومنتات هيبقى هيجيلنا قدامكم يعني. بالظبط. والاسم العشوائي كسب، تمام. هندور هنشوف هو عامل الاشتراطات، تمام، كسب، وانا هتواصل معاه. اللي بعده المعلم الكبير وصل. يلا نشوف ده بقى. طبق مشكل حلويات مشكل كبير. عامل 150 جنيه، كبير. هو طبعا بيقول كبير، بس انا شايف يعني يعني حجمه مش كبير عارف. خالص، بس هو يعني. هو بيقول كبير. تعالوا نشوف ايه نشوف بقى اللي جواه. هل الدنيا عامله ازاي جوه؟ ده بقى الطبق المشكل بعد ما نقلناه. تعالوا نشوف بقى كام قطعة وايه اللي موجود فيه. ادي قطعة بونبورة اهي، 2، هي واحدة يعني، بس هم مقطعينها. 3، برضه واحدة بالنسبة لي أنا، واحدة. 4، نقول دي 5. ودي برضو كده بونبور تاني، يعني بس كده مفيش تاني بونبور، يعني نقول مثلا 5 قطع بونبور. ماشي. أنا بالنسبة لي ال5 قطع دول والله العظيم واحدة. ايوه طبعا، هو بالنسبه لك واحده لان هم اصلا صغيرين جدا، يعني البومبار كله صغير. يا بنت انا بتكلم ان هو واحده ومقطعها، بس هو حاططها في كده عشان هي تعمل وزن بس، انت فاهمه؟ ايوه هي واحده طبعا مقطعينها. طبعا واحده ومقطعينها قطع صغيره، بس تمام. احنا بنحسبها قطع. تمام. الكفته بقى ادي 1، 2، 3، انا مش هحط كفته كتير يعني. مفيش تاني كفته. 3 حاجات كفته بس. دي بقى اللي هي الكبده، دي 1. في قطعه بونبور اهي تاني، يعني كده 6 قطعه بونبور. تمام. ماشي. الكبده ادي كده 1 كبده. الممبار المستخبي. 7 بونبور. يبقى انا كده بالنسبه لي دول كده حتتين ممبار يعني من الطوال. هو طبق محمل. هو في حاجات كتير، بس الكبده انا يعني هي قطعه كبده واحده بس اهي، تانية اهي. تمام. دعبس دعبس. انا عماله ادور اهو. 3. تمام. 3 قطع كبده، 3 قطع كبده بس. دي لحمه، قطعه لحمه. تمام. قطعه لحمه برضو. دي كده عايزين لحمه. بصوا يا جماعه، احنا بنفصص لكم الطبق. طبعا اكيد الطبق ده يعني مش هيجي بنفس الكميات، او مثلا يعني مثلا ممكن تلاقي 3 قطع ممبار، ممكن تلاقي 5، ممكن تلاقي 6، على حسب هو مشكل. يعني مش لازم العدد هنا يبقى 6 ممبار. فانت مثلا لما تروح تجيب الطبق اللي هو الطبق مشكل ده، فهتلاقيه 6 ممبار، ممكن تلاقي ازيد، ممكن تلاقي انقص، الله اعلم يعني. كده 4 قطع كده 4 قطع لحمه. تمام. 5 كده قطعه لحمه اهي، كده 5 قطع لحمه. تمام كده. في فشه. تمام. واحده بس. بس هنشوف. فشه تانية اهي. تمام. دوت نشوف دي ايه. يا طحال يا فشه. طحال ده. لا ده طحال. ماشي. واحدة طحال. دي التانية.
تانية طحال. دي تبع الفشة برضو. تمام. دي بقى حاجة اسمها قراقيش. القراقيش دي اللي هي، ودي كمان دي بتبقى تبع الزور يعني. تمام، ما شاء الله عليك دارسة العجل. طب دي برضو قراقيش اهي. ده تبع الطحال. خلاص فرجنا لكم على كل حاجة وفصصنا الطبق، يلا ندوق. هندوق الأول الممبار ونشوف طعمه ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. حاسه مش مستوي كويس امم والجلد ناشفة. بيشد. عندكم اتفرجوا عشان تشوفوا. طعمه حلو وسبايسي وكل حاجة، بس ناشف، الجلد ناشفة، فتقريبا ده عايز سوا، امم يا اما ما اتحمرش كويس، ما مش عارف. هو طعمه حلو، تاني طعمه حلو، بس كان عايز سوا اكتر. الحاجات دي بقى لازم تتاكل مع ايه؟ عيش. لا مش عيش، مع طحينة. مم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا طعمه حلو الطحال. لا طعمه حلو، طعمه حلو طعمه حلو أوي. بصراحة، واخد سوا شوية. مم. دي الكفتة، مش عارف، مش حاسس بطعم الكفتة خالص. حاسة بطعم الكفتة؟ لا بس انا بقى كنت عايزه اعرف الناس الخبره في الموضوع ده، ديت كفته ايه يعني كفته لحمه مفرومه اللي هي العاديه، ولا دي لان بيكون طعمها مختلف عن الكفته اللي احنا بنعملها في البيت او الكفته اللي احنا بنجيبها من بره. يا بنتي بتبقى تقريبا كفتة ضاني، وبيحط تقريبا زيت او سمنة وبيشوحها. مش عارفه يعني انا بحس ان هي طعمها يعني بصوا ده بيبقى شكلها، ايوه فبحس ان بيكون طعمها غريب عن الكفته العاديه. فمش عارفه دي طعمها كفته إيه. غريب للاحلى ولا للاوحش؟ مش عارفه اقرر. كم مرة أقول؟ الله أعلم. يا ابني عد يا ابني. إيه اللي الله قول لي عد. الله أعلم. بس هي طعمها مختلف. يعني طعمها مختلف. طيب ندوق ايه تاني؟ ندوق الكبده. انا دقت خلاص الكبده. دقت الكبده خلاص اهي. دلع. بس حلو. هي حلوه وما بتمطش كل حاجه ودايبه في البق يعني بس دلع. مستويه، ما بتشدش، قطعتها بكل سهوله. بس هو المشكله يا جماعه الاكل سبايسي. لا استني كتر هو فلفل اسود كتير استني بس المصمت. قلل الملح جدا 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 جدا. المصمت ما هي في كل حته في مصر سواء بحة او اي محل تاني لازم هتلاقي ان الاكل بتاعهم سبايسي. تمام. لكن ان الملح يبقى قليل قوي ماشي، انا ما عنديش مشكله ان هو يبقى سبايسي. لا لما بس الملح ما تقلليش ملح بالظبط. دي يعني كتر لي سبايسي، ما عنديش مشكله خالص مع ان انا ما بحبش السبايسي، بس مش مشكله، بس لازم ملح. كتر سبايسي زي ما انت عايز، بس ان الاكل كله يجي ما فيهوش ملح، انا مش حاسه بطعم الملح خالص في اي حاجه انا دقتها. بالظبط دي حقيقه. اكل كويس جدا جدا، اكل ما فيهوش اي كومنت اقدر اقول عليه ان هو وحش خالص غير الملح. يعني لو الملح حتى لو معتدل، حتى احس بس ان الاكل مملح يعني. يعني مش مملح اوفر برضه يعني. لا بس احس ان الاكل فيه ملح. انا باكل حاجات دلعه. الفته دلعه، شوربه الكوارع ويلكم درينك قلنا تمام دلعه. بعض اللحوم والمشاكل اللحوم هنا فيهم حاجات يعني دلع. ممكن الممبار مش هتحسي بحاجه عشان هو سبايسي لا بس الملح بتاعه مظبوط، بس برضو الممبار كان بيشد معايا، الجلده كانت بتشد صحيح. يعني الجلده كانت بتشد. ما انا وريت لهم وانا باكل قلت لهم بصوا ناشف كده، كان عايز يحمر سيكا. ف معلش يعني الكبده انا ما حسيتش بطعمها خالص. يعني انا باكل الكبده بس انا ما حسيتش بطعم الكبده. ده في فلفل مش تقولي جامد جامد جامد. انت اللي خدته. ونعمل ايه طيب؟ كمطعم بحة بقى، لو احنا جينا قيمنا مطعم بحة فانا اديله 7/10. الاكل والله العظيم يا جماعه الاكل حلو جدا بس ناقص الملح. يعني انا اديله 7/10 لان انا مبسوطه بطعم الاكل. يعني انا مبسوطه بطعم الاكل، بس مش مبسوطه ان انا دفعت فلوس
تمام، الحاجه جايه لك كلها دلع. ده كفايه دليفري مرسول بس لوحده. يعني والله يعني الدليفري جاي لنا من مشوار واخد مبلغ. تمام، ده غير طبعا يعني الاوردر. الاكل جميل بس ما فيهوش ملح خالص ولا اي حاجه من اللي انا دقتها دي يا جماعه والله فيها ملح ولا انت كام من 10؟ انا قلت 7 من 10. انا 6. مش معنى كده ان بحه وحش، لا بحه كويس. خدوا بالكم جداً. لسه بقى هيخش في مقارنات مع ناس تقيله. يعني لو هو ظبط ملح يعني هيعدي اكتر ما هو ما يعدي. واحنا بنتكلم كده ما تنسجمش في الفيديو عشان في سؤال قلنا هيظهر في الفيديو، معرفش بقى هو السؤال جه هل السؤال لسه هيجي، فاهمين؟ ففي سؤال هينزل دلوقتي سترابا، معرفش دلوقتي ولا امتى يعني على حسب ما هينزل. هتجاوب عليه، بعد ما تجاوب عليه حقق الشروط اللي هو في اللينكات بتاعت القناه وبتاعت الفيسبوك وبتاعت كل المنصات السوشيال ميديا، تعمل عليها فولو او متابعه، لايكات، وتجاوب صح تحت في الفيديو في التعليقات. وهنشوف اذا كان انت مجاوب صح وقلنا هنعمل كده وهنوقف اللي هيطلع، هنشوف هل ده محقق الشروط ولا محقق الشروط. خلاص انا هبدا اتواصل معاك ونشوف او معاكي ونشوف الدنيا هتمشي ازاي والفلوس تاخدها ازاي او تاخدها ازاي. بس لو انت